اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ما لا يسعى المهندس جهله. اليوم احنا بنتكلم في اكسبريشن دايما بنسمعه بالذات في مرحله التصميم. الاكسبريشن ده اسمه دي اف اكس، والدي اف اكس هي اختصار لديزاين فور اكسلنس. يعني انت عاوز تصل الى الامتياز، عايز تصل الى افضل شيء في مرحله التصميم. فاحنا لما نيجي نصمم بنقول كلمه ايه؟ دي اف اكس. اكس دي شيلها وحط مكانها بقى اي حاجه انت عاوزها. انت مثلا عاوز بتصمم حاجه تعيش كتير فبنسميها ديزاين فور ريلايبيليتي، دي اف ار. انا عاوز الحاجه دي ان هي تتصلح بسرعه فنقول دي اف ام، ديزاين فور مينتنابيلتي. او ان هي تتجمع بسرعه نقول ديزاين فور مانيفاكتشرنج. او نقول ان الحاجه دي ما تضرش البيئه يقولوا ديزاين فور انفايرمنت. فدايما لما نيجي نصمم احنا بنصمم دي اف حاجه، الحاجه دي نحطها بقى ونتكلم فيها براحتنا. يعني ممكن الدي اف دي تمشي، يعني في ناس بيقولوا ديزاين فور كلينابيلتي، يعني انا بصمم الحاجه دي بحيث ان هي تتنضف بسرعه. يعني انا بصممها باسلوب ان هي لما احب انضفها بسرعه. فكلمه دي اف هنا او ديزاين فور انت بتصمم ليه، وكلمه دي اف اكس لن تنتهي. حرف الاكس ده انت ممكن تشيله وتحط اي حاجه انت عاوز تحطها. يعني ممكن تقول ديزاين فور اوبريشن او ديزاين فور اوبريتابيلتي، يعني الحاجه دي تبقى فريندلي، الحاجه دي اي حد يستخدمها يعرف يستخدمها ببساطه، والاوبريتور اللي بيستخدمها ما يواجهش اي مشكله. فكلمه دي اف ديزاين فور دي في احدى مراحل تصميم المنتج، ودايما بتكون قبل اللانشنج بتاع التايم، يعني قبل ما يبدا يخش للكاستمر وقبل ما يخش ليه في مرحله الاستخدام. بيكون عندنا مرحله اسمها دي اف اكس، وات ايفر الاكس ايه، بس هي في الاخر ديزاين فور اكسلنس. يعني انا بصمم لهدف، انا بصمم عشان حاجه معينه. الحاجه دي ممكن تكون زي ما قلنا availability maintainability manufacturing reliability environment operability، اي حاجه انت عاوزها. لو في الفيديو دوت عرفت ايه الفرق بين كل انواع الدي اف اكس وعرفت يعني ايه كلمه دي اف اكس، اعمل لنا لايك واعمل لنا شير. ولو عندك فكره لاي حلقه جديده حطها لنا في الكومنتس، ممكن ندرجها في الحلقات اللي جايه. ولو عندك سؤال اكتبه وهنرد عليك. شكرا جزيلا ليكم واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.